أنا عبد الرحمن حسنين، مهندس اتصالات ومتخصص ذكاء اصطناعي وأمن سيبراني. هنا وعي رقمي عملي يحمي شغلك وحساباتك بمصادر رسمية. كل حلقة خطوة تتنفذ في 10 دقايق. يلا نبدأ. تخيل كده إن شركة بحالها ممكن تتسرق وتتقفل في يوم وليلة من غير ما الهاكر يكتب ولا سطر كود واحد. لا، دي مش لقطة من فيلم خيال علمي، دي حقيقة، وحقيقة مرعبة كمان بتحصل دلوقتي، وكل ده بسبب الذكاء الاصطناعي. النهاردة هنشرح مع بعض إزاي التهديد السيبراني ده بيشتغل، والأهم إزاي نقدر نحمي نفسنا منه. المقولة دي بصراحة بتلخص كل حاجة. لما أداة عبقرية وقوية زي الذكاء الاصطناعي تتحول لسلاح في إيد اللي ما عندوش ضمير، النتائج بتكون كارثية بكل معنى الكلمة. طب خلونا نشوف إزاي الحكاية دي بتحصل على أرض الواقع. القصة بتبدأ بمشهد عادي جدا، مشهد بيحصل كل يوم. موظف قاعد على مكتبه وفجأة بيوصله إيميل مهم وعاجل، شكله احترافي رسمي ومقنع لدرجة إنه مستحيل يثير أي شكوك. لكن الإيميل البريء ده هو الطعم، وهو بداية الكارثة كلها. طيب إيه الفرق يعني؟ زمان كانت إيميلات النصب دي أو الفيشنج سهلة قوي إننا نكشفها، تلاقيها مليانة أخطاء إملائية ونحوية، بتبدأ بعزيز العميل، يعني واضحة قوي إنها مزيفة. لكن دلوقتي الوضع اختلف 180 درجة. الذكاء الاصطناعي بيقدر يكتب إيميلات مثالية، لغتها سليمة 100%، فيها تفاصيل شخصية دقيقة عنك ومكتوبة بنبرة سلطة واستعجال تخليك تصدقها فوراً. الإيميل ده مش بيلف ويدور، بيطلب طلب واضح ومحدد. غالباً هتلاقي فيه جمل زي مطلوب فوراً مراجعة حسابك أو عرض خاص لفترة محدودة جداً. الهدف هنا إنه يلعب على حاجتين: الثقة والإحساس بالضغط والسرعة، وده بيخلي أي حد فينا مهما كان حريص يفكر بعاطفته أكتر من عقله. وهنا بنوصل للحظة الحاسمة، اللحظة اللي قرار صغير بيتاخد في أقل من ثانية ممكن يؤدي لعواقب وخيمة جدا. والعملية كلها بتحصل في غمضة عين. الموظف بيستلم الإيميل اللي شكله سليم، بيحس بالضغط إنه لازم يتصرف فوراً، فمن غير تفكير بيضغط على اللينك، وفي اللحظة دي بالظبط بيكون فتح الباب على مصراعيه للمهاجم. ضغطة زر واحدة كانت كافية لاختراق منظومة شركة بالكامل. طيب بعد ما حكينا القصة دي، خلونا ندخل أعمق شوية ونفهم إيه هي التكنولوجيا اللي ورا السلاح الرقمي الجديد ده. المصطلح العلمي للمصيبة دي هو التصيد المدعوم بالذكاء الاصطناعي أو AI Powered Phishing. ببساطة شديدة هو استخدام الذكاء الاصطناعي عشان يكتب كميات مهولة من رسائل النصب دي، بس كل رسالة بتكون متفصلة ومخصوصة على الضحية، وده اللي بيخليها مقنعة جدا وصعب بل شبه مستحيل إنها تتكشف. عشان الصورة توضح أكتر، شوفوا المقارنة دي. التصيد التقليدي بتاع زمان كان عام جدا، لغته ضعيفة وسهل أي حد يميزه. لكن مع الذكاء الاصطناعي الرسالة بتكون شخصية جدا، لغتها احترافية وما فيهاش غلطة، وده بيخلي اكتشاف الخدعة صعب للغاية. يعني الفرق بينهم زي السماء والأرض، وده اللي بيخليه أخطر بكتير. لكن بعد كل الكلام اللي يخوف ده، هل في أمل؟ الخبر الكويس هو طبعا فيه. رغم خطورة الهجمات دي، في خطوات عملية وبسيطة جدا ممكن أي حد فينا يعملها عشان يبني جدار حماية لنفسه. خلونا نركز دلوقتي على الحل. الحماية كلها بتتلخص في 3 خطوات أساسية. أولاً، قبل ما تضغط على أي لينك بس حرك الماوس وخليه يقف عليه من غير ما تضغط، هيظهر لك العنوان الحقيقي للرابط. لو العنوان ده شكله غريب أو مختلف، دي أول علامة خطر. ثانياً، قاوم إحساس الاستعجال. لو الإيميل بيزن عليك عشان تاخد قرار بسرعة، خد نفس عميق وفكر تانيتين، غالباً ده بيكون فخ. ثالثاً، لازم نتأكد إننا مفعلين خواص الحماية المتقدمة في المتصفح بتاعنا، زي خاصية التصفح الآمن المحسن من جوجل، لأنها بتضيف طبقة حماية زيادة ضد المواقع دي. ولأن المجرمين دول مش بيبطلوا تطوير، لازم إحنا كمان نفضل متابعين أول بأول. المصادر اللي قدامنا دي من أهم وأكتر الأماكن الموثوقة اللي ممكن نلاقي فيها أحدث المعلومات والأدوات عشان نفضل دايماً في أمان على الإنترنت. وفي النهاية، القصة دي كلها بتفتح علينا باب لنقاش أكبر وأعمق بكتير عن دورنا كبشر في عصر الآلات الذكية. وده بيوصلنا للسؤال الأهم: هل ممكن الذكاء الاصطناعي لما يقع في الإيد الغلط يكون أخطر من الهاكرز نفسهم؟ هل الأداة ممكن تكون أشد خطراً من اللي بيستخدمها؟ ده سؤال بيخلينا لازم نعيد التفكير في مستقبل الأمن الرقمي وفي مسؤوليتنا كلنا في التعامل مع التكنولوجيا الجبارة دي. لو الحلقة فادتك، ادعي لنا بخير وادعي الوالدي بالرحمة. اكتب سؤالك أو الموضوع اللي نفسك نغطيه تحت. المصادر والخطوات في الوصف. اشترك وفعل الجرس ونشوفك في الحلقة الجاية.